السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد وفي قصة جديدة. اش خباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما نقصكم حتى شي حاجه. شكرا بزاف على الدعوات ديالكم، على لي كومونتير الزوينين اللي خطيكم عليا. القصه اللي غادي نعاود لكم اليوم الاحداث ديالها وقعوا هنا في المغرب، وكتعود لواحد المتتبعه صيفطات لي القصه ديالها على صفحه الفيسبوك. بالمناسبه الا بغيتو تصيفطوا لي اي نوع من القصص صيفطوهم ليا في صفحه الفيسبوك بنفس اسم القناه يسرى هيسكار. والصراحه وانا كنعاود لكم هاد القصه دائما كنقول مع راسي ما عرفتش هاد الناس فين غاديين بهاد الكره والحقد والسم والغل كاع اللي كاين فيهم. ما عرفتش اشنو كيستافدوا من هاد الشيء كامل اللي كيديروا. المهم بلا ما نحرق لكم في احداث القصه نخليكم تشوفوها حتى الاخير. والى عجبكم الفيديو ضغطوا على زر اعجاب، اشتركوا في القناه وبارطاجيو الفيديو مع الناس باش حتى هما يستافدوا. نبداو في القصه على بركه الله. القصه ديال اليوم كتعود بينا لواحد البنت سميتها نجلاء وفي عمرها 22 عام. كانت كتقرا في سنه اولى في الجامعه. بنت زوينه ظريفه وذكيه. عائلتها ناس بسطاء. الاب ديالها كان خدام في واحد الشركه لتركيب الاجهزه الكهربائيه، والام ديالها ربة بيت، وكان عندها واحد خوها صغر منها، يعني كانت هي الكبيره. نجلاء من اول عام ليها تعرفت على واحد الشاب سميتو يزيد، وكانت عنده السنه الاخيره في الجامعه، وكان ذاك العام كيوجد البحث ديالو، وبجوجهم ساكنين في نفس المدينه. يزيد بحكم انه قديم في الجامعه وتيعرف بزاف ديال المعلومات اللي كتفيد في الدراسه، كان دائما تيعاون نجلاء وتيوجهها باش ما ديرش نفس الاغلاط اللي كان دار هو من قبل. وحتى هي الا احتاجت شي مساعده دائما كتطلبها منه. والطريقه باش تعرفوا على بعضياتهم واخا ما كانوش كيقراو في نفس العام الدراسي كانوا دائما تيجلسوا بجوج في المكتبه. والاصدقاء ديال نجلاء والاصدقاء ديال يزيد كانوا تيعرفوا بعضياتهم، وفاش كيتلاقاو شي كيتعرف على شي وكيبقاو كيهضروا تيجمعوا، ومن تما بدات الصداقه ديالهم. وهاد الصداقه غادي تحول لاعجاب، ومن اعجاب غادي تحول لعلاقه حب من كلا الطرفين. واحد النهار يزيد اعترف لنجلاء باللي كتعجبو وكيبغيها ديال بصح، وحتى هي بادلاتو نفس المشاعر. وكان وعدها باللي غير يسالي هاد العام الدراسي ديالو ويخدم غادي يجي يخطبها ويتزوجوا. المهم دوزو داك العام، يزيد خدا الاجازه ديالو، من بعد دفع لواحد ستاج وبقى فيه لمده 6 شهور. من بعد سهل عليه الله بواحد الخدمه واستقر فيها. وبطبيعه الحال في هذا الوقت كامل اللي داز بقى على تواصل مع نجلاء، ومره كيتلاقاو حيت هو كان مضغوط بالخدمه والستاج في الاول، وحتى هي كانت مشغوله بالسنه الثانيه في الكليه. يزيد ملي قاد الامور جا الوقت باش يوفي بالوعد ديالو، وقال نجلاء انا غادي نجي لداركم باش نديرو خطوبه ونتعرفوا على العائله مع بعضياتنا، حيت خاصنا نتزوجوا، انا ما بقيتش قادر نبقى بعيد عليك. نجلاء عجبها الحال بزاف وكانت كتسناه غير امتى يجي لعندهم. المهم قالت ليه انا غادي نقولها لدارنا ونحددوا شي وقيته ونقولها لك. وحتى هو قال لها خذي راحتك، بيد ماني تعلمت انا العائله ديالي ونجيو ان شاء الله. هاد يزيد كان عايش غير مع الام والاخت ديالو، حيت الاب ديالو كان مات ملي كان صغير، والام ديالو من ديك الساعه كانت هزه المسؤوليه ديال ولادها بجوج. تكرفصات عليهم، يعني خدمات عليهم مزيان حتى كبراتهم وقراتهم. وهاد اختو الكبيره كانت مزوجه ومطلقه، وفي دوك السنين الاخيره هي اللي كانت خدامه وهزه المسؤوليه ديال الدار من بعد الام ديالهم. ويزيد كان مقرر ملي غادي يتزوج يسكن معاهم، حيت الدار كانت كبيره فيها الفوق والتحت، وديك الدار خلاها ليهم باهم ملي مات، واصلا ما يقدرش يتفرق على امو واختو ويخليهم عايشين بوحدهم. وحتى نجلاء ما كانش عندها مشكل تسكن معاهم نهائيا، وكانت كتقول ليه الام ديالك غنعتبرها بحال الام ديالي، والاخت ديالك غنعتبرها بحال الاخت ديالي. ويزيد كان مرتاح من هاد الناحيه، حيت عارف باللي امو واختو ما فيهم لا صداع لا مشاكل. المهم يزيد صارح الام ديالو باللي كيعرف واحد بنت الناس من ايام لافاك، مرتاح معاها وبغيتك تمشي معايا نخطبوها ونتعرفوا على عائلتها. الام ديالو فرحات ليه بزاف وقالت ليه مرحبا،
ولكن كون غير صبرتي واحد شويه نتا يلا خدمتي بيد ما توفر واحد شويه، حيت هادشي كيبغي الفلوس والمعاونه. قال لها يزيد غير كوني هانيه، انا راني مقاد داكشي اللي غادي نحتاج، واصلا انا مفاهم معاها باللي غادي نديرو شي حاجه بسيطه ما بيناتنا، هي عارفه الوضعيه كامله العائله ديالنا. دازو شي ايام اتفقوا على النهار ومشاو عند نجلاء لدارهم، استقبلوهم ورحبوا بهم وتفاهموا على النهار اللي غيديروا فيه العقد، الصداق وكاع داكشي اللي تيخص العروسه. وفي هاد الاثناء ملي كلشي جالس فرحان وكيضحك، اخت يزيد ملي دخلت معاهم كتبان بحال الا ما عجبهاش الحال وكتضحك غير بزز، وكلشي كان لاحظ هاد الشيء. ملي سالاو ومشاو جات ام نجلاء عند بنتها وقالت ليها الصراحه، واش انتي متاكده بغيتي تسكني معاهم من بعد الزواج؟ قالت ليها غير كوني هانيه، هما ناس الله يعمرها دار. وقالت ليها غير فكري مزيان، ما حد عندك الوقت، حيت انا شخصيا ما ارتحيتش ليهم، خاصه اختو. المهم دازت واحد المده، تزوجات نجلاء بيزيد وداروا واحد الحفل عقد قيران بسيط ما بيناتهم وراحت لدارهم. وكيف ما تنقولوا 7 ايام ديال المشماش دايزه ارى ليا الصح والمعقول اشنو فيه. يزيد ونجلاء كانوا مفاهمين ومرتاحين مع بعضياتهم، دائما تيخرجوا بجوج وكيجيو معطلين الدار، بحال اي كوبل فاش يلاه كيتزوجوا كيبغيو شويه ديال الحريه. الام ديال يزيد كانت ظريفه وشاده تيقارها، ولكن بنتها كانت العكس تماما، بحال الا حاطين شي سوسه في الدار. كانت دائما كتقول الام ديالها وكتزن عليها باللي خاصها تبدل المعامله مع مرت ولدها، حيت الا ما بدلاتهاش غادي تديه ليها وما عمرها تعاود تشوفه. وتلاحظي من دابا بانه فين ما كيجي كيضلوا خارجين ويخسروا في الفلوس، ما غادي تخليه يربي الريش ولا يدير علاش يرجع، وشويه بشويه غادي تقلب علينا. والام ديالها كانت كتثيق في ديك الهضره اللي كتقول بنتها، وكانت كتقول لها بزاف ديال الحوايج اللي كتسمم العقل وكتشعل الفتنه. وهنا غادي تبدا المعاناه ديال نجلاء. فين ما راجلها ينوض الخدمه في الصباح كتجي اختو تدق عليها على اساس تنوض تعاونهم في الدار والتخمال ديالها، ولكن ملي كيكونوا كيديروا هادشي كتلقى راسها باللي هي الوحيده اللي كتهز داك الصالون كامل والحوفه واحد بواحد كتطلعوا للسطح. وفين ما كتطلب المساعده منهم كيديروا راسهم كيديروا شي حاجه، كتسيق الدروج من الفوق حتى لتحت وتحك الحيوطه وتهز الكوزينه كامله تخملها. ولا هذا هو الروتين ديال نجلاء، الشقه كامل ديال الدار على ظهرها، وزيديها حتى المعاني اللي كترمي ليها اختو كل نهار. وهذا الشيء كامل اللي كانت كتعيشو ما كانت كتقدر تقولها لا لوالديها ولا لراجلها، خاصه انها هملات بزاف الدراسه ديالها وكان عندها داك العام الاخير في الجامعه، وداكشي علاش قررت انها غادي تركز على قرايتها. مشات عند عجوزتها وقالت ليها بلي انا هاد العام خاصني نركز على قرايتي ونقلل من الشقه ديال الدار. عجوزتها قالت ليها صافي يا بنتي ديري داكشي اللي يريحك. ولكن اختو ملي ساقت الخبار لهاد الهضره قالتها ما بغاتش تصرط ليها، ولات فين ما كتشوف يزيد داخل مع الباب كتشدو وكتبدا تعمرو على نجلاء، وكتقول ليه باللي ما خاصهاش تبقى تمشي للكليه، حيت فين ما كتبغي تخرج كتبقى تقاد دير شي مكياج مثير، كتلبس لباس غير محترم، حيت اللي باغي يمشي يقرا ما تيديرش هاد الشيء كامل. وزيد عليها كتبقى شاده التليفون كامل نهار كامل غير كتميساجي، ما كتعاون في دار، ما كطيب، ما كدير حتى شي حاجه. الوالده ديالك هي اللي تدير كل شيء بحال الا خدامه في هاد الدار. المهم عمراتو مزيان على نجلاء، وملي كانت كتعاود ليه هاد الشيء كانت الام ديالو جالسه تما دار عندها وقال لها واش هاد الهضره اللي كتقول بصح، وايدات بنتها في الفكره ديالها حيت ما كانتش كتقدر تقول ليها لا. يزيد طلع معصب عند نجلاء تيخاصم وتيغوت باللي ديك الجامعه اخر مره تعاود تعتب فيها رجليها، وما عمرها تخرج بوحدها الا اذا كانت مع اختو ولا مع امو، وحتى داك التليفون ما غاديش تبقى تشدو. هز التليفون وجبد النوامر كاملين اللي بسميه بنات وبدا كيصوني عليهم باش يتاكد باللي كتهضر غير مع البنات وماشي مع شي دري. نجلاء تصدمات من ردة الفعل وبقات كتشوف فيه، وقالت ليه باللي ما عندكش الحق نهائيا تحبسني من قرايتي، وما ظنيتكش نهائيا تشك فيا،
واش عمرك شفتي مني شي حاجه خايبه قبل كاع ما نكونوا مع بعضياتنا في علاقه؟ شدها من دراعها زيرها وقال ليها هضرتي ما نعاودهاش، ومن غدا غادي تبداي ديري الشقه في الدار مع الوالده. غير هي سمعات هاد الهضره وهي تعرف الدقه منين جايه. ديك الساعه جمعات حوايجها وبغات تمشي لدارهم، حاولت تحبسها عجوزتها، بقات كتشوف فيها ومشات. وقال ليها يزيد الا خرجتي من هاد الدار ما عمرك تعاودي ترجعي ليها. ما تسوقاتش الهضره ديالو مشات لدارهم وبقات كتعاود لوالدي هذاك الشيء اللي واقع. وقالت ليها امها باللي من الاول قلت لك فكري مزيان حيتاش ما كنتش مرتاحه ليهم. وقال ليها الاب ديالها باللي ما كانش عليك نهائيا من اول مشكل تهزي حوايجك وتخرجي من الدار، حنا ما عندناش البنت اللي كتطلق، وخاصك تحاولي تأقلمي وتعرفي تحلي مشاكلك بوحدك. وبحال هاد القضيه ديال نجلاء تيعيشوها بزاف ديال البنات، ملي تيوقع شي مشكل مع دار راجلها وكترجع لدارهم عند بالها باللي غادي تلقى ملجأ الحنان واللي غادي يحليها مشاكلها، ولكن للاسف كتلقى يا اما الام ولا الاب تيعاتبها وبلي ما خصهاش تطلق نهائيا، ويقدر يكونوا حتى خوتها يعني كلهم تيرميو ليها المعاني، وكتضطر انها ترجع بحالها وتصبر على ديك الدل والمعيشه اللي عايشاها. يزيد الغد ليه ملي فاق الصباح وما لقاش نجلاء حداه، حس بالفراغ والندم حيت دغيا حكم عليها واتهمها، وقرر انه ملي غادي يخرج من الخدمه في العشيه غادي يمشي لدارهم ويطلب منها السماحه باش ترجع. فعلا مشى عندهم لدارهم، بقاو تيهضروا واعتذر من نجلاء. قال ليها باها نوضي سيري مع راجلك، بحال هاد المشاكل كيوقعوا في اي عائله. وحيت نجلاء كانت كتبغي يزيد بزاف دغيا نسات داكشي ورجعت معاه. ملي دخلوا للدار وشافتها اختو بحال الا صرفقتيها وما بغاتش تصرت ليها نهائيا، وعند بالها تهنات منها. وهنا غادي يبداو يطيحوا ليها شي افكار شيطانيه باش تخليهم يتفارقوا، واهم حاجه ما تحملش منه. وعلاش كانت كدير هادشي كامل؟ حيت قبل ما تطلق عائله راجلها كانوا تيعاملوها بنفس الطريقه، ومن ديك الساعه زاد تملكها الكره والحقد، وهادشي كامل بغات تخرجوا في نجلاء. وهي اصلا تصرفاتها كانوا قباحين، وحتى الام ديالها كتخاف منها بزاف، وحتى تصرفاتها كانوا في الدار مسيطرين. يزيد كان عارفها كيفاش دايره، ولكن ما كيبغيش يهضر معاها وكيحترمها، خاصه انها هي اللي كانت كتصرف عليه فاش كان كيقرا وكانت هزه الدار من قبل. المهم هاد اختو بدات كتزن عاوتاني على راس الام ديالها باش يديروا شي حاجه لنجلاء يخليهم يتفارقوا ويجيبوا ليه محسن منها. قالت ليها انا كنعرف واحد السحاره متمكنه من امور الشعوذه وكتعرف تواصل مع الجن، غادي نقول ليها تصاوب لينا شي اعشاب باش نشربوهم ليها وما تحملش، وكذلك تعطينا شي تعاويذ اللي تخليها تمشي من الدار وتخويها. المهم قادات داكشي كامل اللي بغات، وجمعات شي حوايج من ديال خوها ومراته وداتهم لديك المشعوذه وعطاتها الطريقه باش تخدم. وولات فين ما كتلقى شي فرصه كتطلع لبيت نجلاء، كتبدا ترش بالسحر والشعوذه اللي عطاتها ديك السيده، وكتاخذ دوك التعاويذ وكتحطهم يا اما في الماريو ولا في المخد، المهم في شي بلايص اللي صعيب يطيح عليهم الواحد من الاول. وفين ما توصل وقيته الماكله كتعمر ليها جهتها بدوك الاعشاب وتخليها تاكلو. دازو شي ايام والام ديال نجلاء لاحظت ان بنتها ما بقاتش كتجي عندها الدار وما بقاتش كتصوني عليها، ودخلها الشك وقالت ضروري خاصني نمشي نطلع عليها، خاصه ان الام دائما فاش كيوقع شي مشكل ولادها كتحس بشي حاجه. فعلا مشات عندهم للدار، دقات وحلات ليها ام يزيد. ملي شافتها استغربات حيت ما علماتهاش من قبل. المهم سلمات عليها وقالت ليها راني جيت باش نشوف بنتي. وقالت ليها ام يزيد راه صبحات اليوم عيانه شويه متكيه في بيتها. غير ام نجلاء سمعات هاد الهضره ديال عيانه دغيا طلعت للبيت باش تطلع على بنتها وما خداتش نهائيا الاذن منها. ملي دخلت لعندها لبيتها كتلقى نجلاء متكيه في واحد الحاله ما تبغيهاش العدوك. تصوروا ان البنت كانت كتوزن 60 كيلو وهبطات في ظرف قصير ل 48 كيلو، وجهها زرق تحت عينيها زرقين وما قاداش تهز الراس نهائيا. دغيا هزات البنت وداتها للطبيب باش يديروا ليها مجموعه من الفحوصات،
ولاحظوا ان المعده ديالها طايبه شويه، داكشي علاش ما كتخليهاش تاكل وخلاتها تفقد الوزن. اما في تحاليل الدم ديالها ما كانت عندها حتى شي حاجه. المهم الطبيب خرج ليها شي فيتامينات ودواء المعده. دات الام بنتها للدار باش تقابلها مزيان، وبدات كتصوني على راجلها يزيد، ولكن ما تيجاوبهاش وما كانش من عوايدو يدير بحال هكاك. المهم نجلاء بقات كتشرب في هذاك الدواء ولكن ما قضى فيها بوالو. وحتى الام ديالها حسات باللي القضيه ماشي ديال المرض عادي وانما ديال السحر، خاصه ان بنتها ما بقاتش كتشوف النعاس ودائما كتقول لها ها هما جايين يديوني. ديك الساعه ناضت عند بات نجلاء وعاودت ليه داكشي اللي حاسه به، وقال لها هادشي راه غير تخربيق، ما تعمريش به راسك، دابا تولي البنت بخير. وهنا غادي نلاحظوا عاوتاني واحد الدور كبير عند الام. مشات عند خواتاتها وكاع اللي كتعرف تسلفات من عندهم الفلوس، هزات بنتها وكانت مع واحد اختها، مشاو سافروا لواحد المدينه اخرى لراس الجبل عند واحد السيد كانوا تيعاودوا عليه انسان حكيم وكيداوي بحال الحاله ديال نجلاء. وكان عنده واحد البيت مخصص للناس اللي كيجيو من بعيد كيستقبلهم فيه باش يباتوا. ملي شاف الحاله ديال نجلاء قال الام ديالها خاصك ضروري تبقاي اسبوع، حيت العلاج ديال بنتك ماشي ديال نهار او لا يومين، وخاصك تدعي وتطلبي من الله يشافي لك بنتك. فعلا بدا العلاج مع نجلاء بالرقيه في البطن ديالها، وتيعطيها شي اعشاب اللي تيخليوها كل صباح تنوض بكري وتبدا تستفرغ، وكل مره كتستفرغ حاجه في شكل، حتى النهار الخامس وهي كاينه تما اخر حاجه استفرغاتها كانت شي حاجه دايره بحال الرماد ديال الفاخر. وكانت نجلاء كتموت بالحريق والصداع في كرشها كل ما تعالجها داك الشيخ. وقال الام نجلاء باللي هادشي كامل اللي واقع ليها بسبب سحر خطير ماكول، وكون غير تعطلتي واحد شويه ما غاديش تلقاي بنتك حداك. نجلاء شكراتو بزاف وبلي ما عمرها غادي تنسى ليه خيرو. رجعت لدارها ودات بنتها معاها، قابلتها مزيان حتى بدات كتسترجع الصحه ديالها. وفي هاد الوقيته كامل اللي دازت يزيد ما عمرو جا سول على مرتو. نجلاء استغربت بزاف من هادشي اللي دار يزيد، وقررت تمشي عندهم للدار باش تسول وتشوف شنو غيديروا في القضيه ديالهم. ملي مشات عندهم للدار لقاتو في واحد الحاله غريبه بزاف، غير ساد عليه خرج من الخدمه ما بغى يشوف حتى شي واحد او اللي يسمع حتى شي واحد، وعرفاتو مسكين حتى هو باللي كلا الدقه وماشي لخاطرو. اتفقت مع الام ديالو باش يديروا طلاق اتفاقي. فعلا داكشي اللي كان، ملي طلقوا نجلاء تحسنات الحاله ديالها للافضل ورجعت كملت قرايتها في الكليه. من بعد سنوات واحد النهار اختي يزيد غادي يبتليها الله بواحد المرض خبيت في الدم ديالها، ما كان ليه حتى شي علاج، ما خلات اطباء، ما خلات دوايات، حتى شي حاجه ما قضات فيها. وبحال الى الله سبحانه وتعالى كيعاقبها في الدنيا قبل الاخره. واي واحد كيلتجئ لهاد السحر والشعوذه ما كيسلكش منها نهائيا، كتادي الناس اللي قراب ليك وحتى اللي بعادين، وما عمرك ما غادي تسلك من العقاب ديالو. وهنا وصلنا لنهايه القصه اللي كانت مؤلمه بزاف. والصراحه ما كرهتكمش تجاوبوني واش كتعرفوا شي ناس اولا نتوما براسكم باقيين عايشين بحال هاد الحالات حاليا. خليوا لي الاراء ديالكم في لي كومونتير بخصوص القضيه ديال اليوم. والى عجبتكم القصه ضغطوا على زر اعجاب، اشتركوا في القناه وبارطاجيو الفيديو مع الناس باش حتى هما يستافدوا. خليت لكم الراحه، نتلاقاو في شي فيديو اخر ان شاء الله. نهاركم مبروك، في امان الله.